بيبدأ الفيلم في القطر اللي بيكون فيه مجموعة من الفلسطينيين المتهجرين لمصر، وبتكون سلمى من ضمنهم. وبنعرف إن عادل ابن خالتها مصري وشغال طيار حربي. وبيروح صالح المساعد بتاع عادل لمحطة القطر عشان يستقبل سلمى، وبيوصلوا البيت وبيعرفها صالح على سعاد الشغالة في بيت عادل. وبنعرف إن والد سلمى مات في فلسطين. وبيوصل عادل البيت وبيرحب بسلمى وبيعتذر لها إنه مقدرش يستقبلها في المحطة عشان عنده شغل. وبيتكلموا مع بعض، وبنعرف إنها سافرت مع أهلها فلسطين وهي صغيرة بعد ما مامتها اتجوزت راجل فلسطيني. وبتحكي له إن عصابات الاحتلال اقتحموا بيتهم وباباها اشتبك معاهم لحد ما قدر يقتلهم لكنه اتصاب، وقبل ما يموت وصاها تروح لأهل مامتها في مصر. وبعد ما سلمى بتفتكر اللي حصل بيجيلها انهيار عصبي، وبيجيبوا لها الدكتور صفوت وبيكون صاحب عادل وظابط في الجيش معاه. وبيتكلم صفوت مع عادل وبيقول له انه لازم يهتم بحال سلمى النفسيه، وانه لازم يبطل النظام العسكري اللي ماشي بيه في البيت ده. ولما بيسأل عادل سلمى لو كانت عايزه تدخل مدرسه في مصر، بتقول له انها بتحب الموسيقى وعايزه تدرسها. وبيسهر عادل مع اصحابه في البيت، وبيعرفوا من عادل ان سلمى بتحب تغني وصوتها حلو قوي، فبيطلبوا منها تسمعهم اغنيه. فبتغني سلمى واصحاب عادل كلهم بيعجبوا جدا بصوتها. وبيقول صفوت لعادل انه معجب بسلمى وعايز يتقرب منها ويفكر في الجواز منها، لكن عادل بيتعصب منه جدا وبيطلب منه يشيل الموضوع من دماغه والا ممكن يخسروا بعض. وبتيجي اوامر من قياده الجيش باستدعاء الضباط والعساكر عشان هيروحوا حرب فلسطين. تفضل سلمى تعيط عشان خايفه على عادل، وبتتطوع سلمى وبنات مصريات كتير في الجيش عشان يكونوا في القطاع الطبي ويعالجوا مصابين الحرب. وبيقابلهم صفوت ويتفاجئ لما بيلاقي سلمى، ويرحب بيها جدا وبيفضل يعاكسها ويجاملها. ويروح لعادل اللي اتصاب وبيحاول يهبط بالطياره، وبيقدر يهبط، وبتيجي الاسعاف تنقله على المستشفى. وبيتفاجئ لما بيلاقي سلمى هناك، وبيكون جرحه صعب جدا وبيحتاج بتر القدم. لكن صفوت بيقدر يلاقي حل غير البتر، لكن عادل هيعيش العمر بيعرج. ولما بيفوق بعد العمليه بيشوف صفوت بيحضن سلمى، مبيبقاش فاهم انه بيهديها لانها قلقانه وخايفه جدا عليه. وبسبب الاصابه بتقرر القياده انها تحيل عادل لمهام اداريه لانه مش هيقدر يركب طياره تاني. بيزعل صفوت جدا لما يسمع الخبر ده، ويبلغ الخبر لعادل. وبيرجع عادل للبيت وبيكون عصبي جدا، وبيروح الشغل وبيكون بيدرس لطلاب مدرسة الطيران، لكنه بيفتكر أيام ما كان طيار فبيوقف شرحه وبيمشي. وبنرجع لسلمى وهي مقدمة طلب لصفوت إنها عايزة ترجع القاهرة عشان تكون جنب عادل، وبيوافق صفوت على طلبها. ولما بتوصل البيت بيستقبلها عادل بعصبية جدا، وبتفضل سلمى تعيط، لكن عادل بيصالحها ويقول لها إنه تعبان نفسيا بسبب الإصابة، وبيطلب منها إنها تستحمل عصبيته. وتاني يوم بتجيب سلمى تذكرة لعادل في حفلة تكريم الجنود المصريين. بيكون عادل في الأول مش عايز يروح وبيطلب منها تروح ترجع تذكرة، لكن سلمى بتقدر تقنعه. بيحضروا حفلة مع بعض، وبيجي صفوت الحفلة وبيستفرد بسلمى عشان يتكلم معاها. بيقول صفوت لسلمى إن عادل دلوقتي اتحسن ولازم تفتحوا في موضوع جوازهم، لكن سلمى بتبقى مترددة. لما بيرجعوا للحفلة بيلاقوا عادل روح البيت، فبيروحوا وراه على البيت وبيطلب صفوت من عادل إنه يتجوز سلمى، لكن عادل بيفضل مصمم على رفضه من الموضوع ده. هو بيقولش سبب رفضه إيه، وبيطرد صفوت من البيت. ولما بيخرج عادل من الأوضة عشان يدور على سلمى بيلاقيها بتعيط في حضن صفوت، فبيتخانق عادل معاه وبيضربه. لكن صفوت بيفهمه ان مفيش حاجه بينه وبين سلمى، وانه حب من طرف واحد. وبتتكلم سلمى مع سعاد وبتقول لها هي مش عارفه اذا كان عادل بيحبها ولا لا. فبتسال سعاد عادل لو كان بيحب سلمى، بيقول لها انه بيحبهاش. بتسمعه سلمى، ولما بتساله سعاد ليه ما بيحبهاش، بيقول لها انه بيحبها بس مش هينفع يكون معاها بسبب اصابته. فبتقول له ان سلمى ما بتفكرش بالطريقه دي، والمفروض يسالها الاول عن مشاعرها تجاهه. وبيسال عادل سلمى لو وافق على جوازها من صفوت هتكون مبسوطه، فبتقول له جدا. وبتكون سعاد بتسمعهم وبتروح لصفوت وبتحكي له اللي حصل. واثناء وجودها في بيته بيجي عادل، فبتستخبى سعاد عشان ما يشوفهاش. وبيقول عادل لصفوت ان سلمى بتحبه وهو موافق على جوازهم من بعض. وبيمشي. وتاني يوم بيجي صفوت لبيت عادل، بيكون مع المأذون، وبتحضر سلمى نفسها للفرح. لكن سعاد بتحكي لها على الحقيقه، وان عادل بيحبها بجد لكنه كان شايف انه ما يستاهلهاش عشان هو عاجز. وبتنزل سلمى تجري على عادل وتحضنه، وبتقول له سلمى ان سعاد حكت لها على كل حاجه. وبيقول له صفوت انه اتفق مع سعاد ان الفرح هيكون فرحه هو وسلمى. وبيتجوزوا بعض، وبيروح عادل شغله وبتبقى نفسيته كويسه جدا، وبيواصل حياته تاني بشكل طبيعي. لو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والاشتراك في القناه. تحياتي ليكم ريهام حشاد.